النهارده جاي احكي لكم عن المشايه اللي على باب الشقه. ايه اللي انت بتقولي ده؟ المشايه اللي على باب الشقه وظيفتها انها تبقى موجوده، كل اللي معدي وداخل البيت يمسح رجله فيها. حقيقه ده اكسبريشن انا استخدمته مع حد وانا بتكلم معاه علشان نوصف فكرتنا عن انه انا الغلطان في كل حاجه بتحصل في حياتي. في مشهد لطيف جدا في مسلسل اسمه قيد عائلي او موضوع عائلي، مش فاكره، كان ماجد الكدواني مع بنته بتقول له: هو انا فيا ايه وحش خلاك ما تقوليش ان انا بنتك وسايبني كل الفتره دي؟ قال لها: مش انتي اللي وحشه، انا اللي جبان. حقيقه جمله انا وحش، انا لا اطاق، انا الناس ما بتحبنيش، انا الناس بتشوفني سيء، انا طول الوقت. الحاجات دي كلها بتقول ان انا شخص قررت ان انا اكون شخص المشايه. شخص المشايه دوت انه كل اللي معدي انت متخيل انه لما بابا يتخانق مع ماما بقيت انت المشكله، حد يتخانق مع حد انت المشكله، اصحابك لو اتخانقوا انت المشكله، لو اتنين اتخانقوا في الشارع بتبص هو انا مشكله ولا مش انا المشكله. دور وبتدور دايما انك تكون المشكله في كل موضوع متواجد فيه، سواء كنت انت متواجد فيه بشكل شخصي او متواجد فيه غصب عنك. تعرف منين؟ ما انا يمكن حقيقي في متسبب. ما هو هيجي في يوم من الايام هتبقى انت المتسبب. لازم تسال نفسك ايه اللي حصل، ايه الموضوع. هما لما اتخانقوا انا علاقتي ايه؟ انت مالكش علاقه، مالكيش علاقه، انتوا بعيد عن الموضوع. هما اتنين اتخانقوا مع بعض، اتنين صحباتك اتخانقوا مع بعض ولا صحباتك اتخانقوا مع بعض، انت مالك؟ انت مالكيش ذنب في الموضوع. في وقت تبقى انت المتسبب، حلو عادي، يبقى انا غلطت، بروح اتاسف وخلصت والموضوع يبقى خلص على كده. مش لازم اقعد احس بالذنب، مش لازم اقعد احس ان انا المشكله، مش لازم اقعد اقول ان انا اللي غلطان، مش لازم احس ان كل اللي حواليا بيكرهوني علشان خاطر موقف واحد عملته. لو صاحبك كلمك عشان خاطر مصلحه وخلصت المصلحه، طب خلاص خلصت، ما يبقاش شخصك صاحب المصلحه، لا، يبقى هو شخص احتاج حاجه كلمك، خلاص مشي الموضوع خلص لغايه هنا. مش لازم تقعد بقى الافوره تبدا اصل هو بتاع مصلحته، اصل هو مش. ما انت برضه بيجي في وقت من الاوقات انت بتكون بتاع مصلحتك مع بعض الناس. لازم الحاجه اللي تقدر تطبقها على غيرك طبقها على نفسك. انت ما انتش المحور بتاع الكون. دي فيها جزء حساسيه عاليه جدا، وفي نفس الوقت ما تبقاش انت الشخص اللي قاعد بتدور حوالين نفسك. ما هو ده اسمه دوران حوالين نفسك. انا المحور، انا الغلطان، انا اللي عملت، انا اللي مش عارف. ما انتش محور الكون، ما انتش محور الكون، احفظها، ما انتش محور الكون. في حاجات كتير قوي حوالينا هي كمان محور الكون. ما تربطش الاحداث ببعض انه ده بتاع مصلحته او دي بتاعت مصلحتها او ده انا علاقتي بيه ايه. ما تقعدش تربط الاحداث. تربيطك للاحداث هيرهق ذهنك، هيرهق العقلية بتاعتك، هيخليك طول الوقت قاعد بتفكر وطول الوقت حساس وطول الوقت بتركب مواضيع على بعضها. الحاجة ما تبقاش انت شخص المشاية. انت مش المشاية اللي الناس بتمسح فيها مشاكلهم وهم معديين. ما تسمحش انه حد يمسح مشاكله فيك او حد يلبسك حاجة انت ما عملتهاش. انت مش دايما المشكلة ولا انت محور الكون. انت مش عايش لوحدك على الكوكب، في كتير ناس معاك. اخر حاجة عايزة اقولها، الشكر خاص للصديقة العزيزة ميري اسحاق اللي قعدنا فيها نناقش فكرة شخص المشاية، وقلت ان انا هقول شكر خاص ليها، امتنان ليها انه بنطلع مع بعض افكار انا ما كنتش واخدة بالي ان ينفع نطلعها سوا. سلام، اشوفكم الحلقة اللي جاية. بليز ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب علشان ده هيدعمني كتير. سلام، اشوفكم الحلقة اللي جاية.